السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. ومرحبا بكم في قناة وصفات مريم، ورمضانكم مبارك. وان شاء الله نحضر معكم هاد التورتات ديال الفواكه، يعني كيجيو لذيذين بزاف وساهلين في الطريقه ديال التحضير ديالهم. يعني تاخدي واحد الفواكه اللي عندك في الدار، يعني مشكله، وكنحضروا العجينه باريزي كما كتعرفوا. الطريقه ديالها سهله، كيكون فيها الدقيق ورشه ديال الملح وسنيده. كنرملوها بالزبده وكنديروا لها جوج صفار البيض. كنكهوها باش ما بغينا نكهتها بالسكر الفانيلا، وكنكهوها بالحامض، يعني اي نكهه بغيتو. انا درت ليها الفانيلا. وكنديروا لها جوج صفار ديال البيض، البياض ما كنستعملوش. وكنجمعوا يا اما بشويه د الماء او شويه د الحليب. انا جمعتها بشويه د الحليب وكنخليوها ترتاح في الثلاجه لمده نصف ساعه. المرحله الثانيه هي تحضير الكريمه، تحضير كريمه باتيسير. الطريقه ديالها على حسب الكميه اللي بغيتي تخرجي ديال الكريمه. انا استعملت جوج صفار البيض، كنطربهم مع معلقه ديال سنيده كبيره وساشيه ديال الفانيلا، وكنطربو مزيان بالطراب اليدوي حتى كنخلطوا السنيده مزيان مع الصفار البيض والفانيلا. وفي ديك نفس الوقت كنديروا الحليب يطلع يغلى، طلع ليه الغليه. ملي كطلع ليه الغليه كنزيدوا على هذا الخليط اللي كنطربوا ديال البيض والسنيده والفانيلا حتى يمتزج مزيان. وكنرجعوه لنفس الكاسرون باش عفوا نسيت، ملعقه ونصف ديال المايزينا كنديروها مع هذا الخليط ديال صفار البيض والسكر والفانيلا. مايزينا ضروري البنات باش تطلع لكم الكريمه زوينه. ومن بعد كنضيفوا الحليب على صفار البيض والمايزينا وهذا الخليط اللي كنخلط في هذا الاناء، وكنديروا على نار مهيله، يعني تكون تنقصوا العافيه مزيان. وكتبقاو تطربوا حتى كتطلع لكم الكريمه بحال الكريمه ديال اللي كنديروا الميلفوي، حتى كتطلع لينا يعني طلعات كريمه. وكنهبطوها يعني الطبله، وكنزيدوا ليها واحد ملعقه صغيره ديال الزبده الحيوانيه. هذيك الزبده كتخليها ما كتكونش فيها القشره من الفوق، وكنغطيوها بشي سلوفان. والمرحله الثالثه هي العجينه، كنخرجوها من الثلاجه. كنسرحوها يعني بالدلاك. كنرشحوا طاوله العمل بشويه الطحين، وكنسرحوا العجينه ديالنا. كنقطعوها على شكل دوائر بالاطارات اللي كيكونوا دائريين. ومن بعد كنهزو يعني اللاطات اللي غنصيبوا فيهم الطورطات، كنديروا فيهم دوك الدوائر اللي قطعنا وكنتقبوهم بالفرشيطه ولا بشي كوردون. هذه هي الطريقه يا البنات، كما كتشوفوني في الفيديو. دابا كنزيد الحليب اللي كيكون مغلي كما قلت لكم. كنطربوا جيدا، نحاولوا نطربوا جيدا. صافي ملي كنساليو الكميه ديال الحليب اللي عندنا كنرجعوه لنفس الكاسرون وكنديروا على نار مهيله. والتطريب يكون مستمر، يعني ما نحيدوش يدينا باش ما تحرقش لينا الكريمه. كما كتشوفوا راني رجعته بديت كنطرب. تقريبا هاد العمليه كتستغرق واحد 10 ديال الدقائق. دابا صافي راه حيدته من النار، وغنضيف واحد الطرف ديال الزبده وصافي، ونحطوها جانبا حتى نحضروا المراحل كاملين. نسرحوا العجينه ونقطعوها ونغلفوا بها دوك هادو كما كتشوفوا. ضروري ندهنوهم بشويه الزبده ونرشوهم بشويه الطحين. هاد القوالب البنات راه زوينين بزاف لهاد الطورطات، ما كيلصقوش. خديت فيهم جوج انواع. هاد النوع جديد شويه في الزواقه ديالو، الاخر ما فيش هاد الزواقه اللي فيه في الوسط. والكريمه كما كتشوفوا. دابا العجينه سرحتها وغنقطعها بالقطاعات، يعني الا عندكم قطاعات بحال هادو او دوك القطاعات